ده. امم. فعايز احكي لك موقف حصل معايا. انا طالب في كليه هندسه، انا من اسكندريه. امم. خلصت ال5 سنين ومفروض عليا تجنيد، وكنت عايز اخلع من التجنيد بصراحه، عشان انا مش شايف ليه لازمه اروح اشتغل عند ضابط اعمل له شاي وقهوه. يعني ما اتعلمتش 5 سنين عشان يطلع عين امي واقعد اعمل له شاي وقهوه. امم. المهم بالمعارف كده وصلت الدكتور، قال لي هاخد منك 40,000 وتجيلي في الكشف الطبي هطلعك. فقلت تمام، 40,000 الحمد لله يعني متيسرة، فقدرت أدفع المبلغ. اه. رحت الكوميسيون الطبي، قال لي هكشف عليك عظام وأطلعك بانزلاق غضروفي. امم. تمام، دخلت كشفت كل حاجة. فخلص كشف قال لي تمام. لقيته ماسك القلم الأحمر، فأنا شفت القلم الأحمر فرحت على طول، عشان أنا عارف إن القلم ده بتاع غير اللائق. فراح خاتم وكتب حاجة في الورق. فببص في الورق لقيته يعني قال ايه بقى؟ كتب في الورقه السيسي انتصار ابن المعركه اللي احنا عاوزين نطلعه شرج. يا دي لادنا يا ابن المرة كانت العرض والشرف يا عديم الشرف يا ابن المعركه. خليك معنا.